نحن الآن في عام 1326 وفي مدينة بورصة عاصمة الدولة العثمانية الفتية التي لم يمض على تأسيسها سوى ربع قرن. في ذلك العام تولى أورخان غازي ثاني سلاطين آل عثمان الحكم، وأصبحت بورصة هي العاصمة. هذا السلطان هو أول من استعمل الطغراء واتخذها شعاراً له يوشح بها تواقيعه وأوامره السلطانية. وأصل كلمة الطغراء غير معروف على وجه التحديد، ويعتقد اللغويون أن الكلمة قد تكون تحريفاً لكلمة ترغاي التركية بمعنى الواقف أو المرفوع أو المنتصب، وقد تكون تحريفاً لكلمة طغرل بمعنى صقر أو طائر أسطوري، والطغراء ظل جناح هذا الطائر. وورد في الموسوعة الإسلامية ذكر كلمة طوغ أو طغ بمعنى شعر الخيل، فقد كانت الجيوش ترفع خصلة من ذيل الحصان على عصا منتصبة في المقدمة، كما أنها تطلق على خصلة الشعر التي تشبك في دبوس مرصع وترشق في عمامة الخاقان. ولعل المقولة العامية على رأسه ريشة والتي تستعمل للدلالة على التعالي لها علاقة بالطوغ المثبتة على عمائم السلاطين والخاقانات والأمراء. وقد تكون الطغراء كتوقيع سلطاني نظير للطوغ كشعار سلطاني مرفوع على العمائم. وقد أورد العلماء والمؤرخون والمشتغلون بهذا الموضوع من الآراء ما هو أقرب إلى الأساطير منها بالتاريخ المحقق، فمن قائل بأنها تشبه بصمة يد أحد السلاطين بحيث بدت أصابعه الثلاثة الوسطى متلاصقة بينما انفرج الإبهام والخنصر بعيدا فيما يشبه شكل الطغراء، ومن قال إنها تشبه الصقر. ولعل أقدم طغراء عرفت حتى الآن هي طغراء أورخان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية، وظلت الطغراء تكتب للسلاطين إلى نهاية عام 1922، فكان لكل سلطان طغراؤه الخاصة التي يوقع بها على الفرمانات والمعاهدات والرسائل والبراءات والأوامر السلطانية، كما كانت ترسم على بوابات القصور ودور الحكومة، واستعملت على الأعلام وعلى النقود والمسكوكات والطوابع والسجلات والسفن الحربية والمدافع. الطغراوات القديمة كان لها شكل بدائي، ولكنها تطورت مع الزمن ودخلها كثير من التهذيب والتحوير والإتقان، حتى بلغت قرب نهاية حكم سلاطين آل عثمان قمة في الإتقان والجمال بعد أن تحددت ملامحها النهائية. وكانت وظيفة الطغرائي واحدة من المناصب الرفيعة في البلاط العثماني، وبعد أن فقدت هذه الوظيفة أهميتها في نهاية القرن الثامن عشر احتل الخطاطون مكان الطغرائيين. وإذا نظرنا إلى الطغراء في صورتها المتطورة نجدها تتكون من 4 أجزاء رئيسية، وهي السرأة، وهي كرسي الطغراء أو الجزء السفلي منها والذي يبدأ منه النص الأصلي، ولها شكل حبة الكمثرى كما في طغراء السلطان عبد الحميد، والنص يكتب متراكبا في رشاقة وتداخل غير مخل من أسفل إلى أعلى، وأحيانا تكتب الأسماء متشابكة أو على سطر واحد. بيضة الطغراء، وتطلق على القوسين الناتجين غالبا عن كتابة حرفي النون في كلمتي خان وبن. والقوس الخارجي يسمى البيضة الخارجية، القوس الداخلي يسمى البيضة الداخلية. وتقع بيضة الطغراء في الجهة اليسرى، ولها استدارة رائعة تتناسب مع السرأة في اتزان جميل. وبعد أن أضيف لاسم السلطان كلمة مظفر مد حرف الراء بشكل يقطع قوسي البيضة، فزاد من إبراز الجمال الانسيابي لهما، كما يكتب في وسطها كلمة دائما. الطوغ أو الطغ، ويطلق على الخطوط الناتجة عن مد حروف الألف أو اللام أو الطاء أو الظاء في أعلى الطغراء، ومنها اشتق الاسم.
وأحيانا نجد أن الطوغات لا تمثل أي حرف، وإنما هي عبارة عن خطوط مكملة لشكل الثغرة، ويتدلى من كل طوغ ما يشبه الأعلام التي تخفق في الهواء، وتسمى الواحدة زلفة. وفي الثغراء 3 طوغات متوازية تميل ميلا خفيفا إلى جهة اليمين، وكأنها بيارق محمولة تخفق منها زلف من شعر الخيل في مقدمة الجيش. قول. ويطلق هذا الاسم على ذراع الثغراء الأيمن الذي يمتد بشكل خطين متوازيين مع انحناءة لطيفة تكمل الصورة الموسيقية لهذا التجريد الرائع. وعلى جانب الثغراء الأيمن والمقابل للبيضة شعر الخطاطون بأن هناك فراغا، فشغلوه بألقاب خاصة بالسلطان، فكتبوا كلمات مثل الغازي أو رشاد أو عدلي، وكانت تشغل في الصور المبكرة برسم بعض الأزهار. وكان للأمراء والوزراء ثغراوات خاصة بهم يستعملونها في أثناء أعمالهم في إدارة الألوية في داخل الإمبراطورية، ويمكن تمييزها عن ثغراء السلطان بأن البيضة ذات قوس واحد، وأن مكانها لا يكون في أعلى الخطاب أو الوثيقة بل على الهوامش الجانبية.